الآن كتلة السيد السوداني الآن انعلنت، قبل لا تنعلن هي موجودة مناصرة إليه. منو اللي كان يكسر النصاب و3 أشهر يخلي الجلسات ما تصير؟ إذا تبحث عن اللي يكسرون النصاب راح تلقاهم جزء من عندهم زين كبير. ليش كان النصاب ينكسر وأكو قوانين مهمة تخص المتقاعدين؟ سلم الرواتب انسحب، حقوق العمال النظافة ورواتبهم المتدنية، يعني شكل شيء ياخذ من الحكومة للمواطن سحبوه، لأن هذا راح يروح يعني الحكومة ما يستفادوا. يعني هم ليش يكسرون النصاب؟ هم مو يعني يكسرون النصاب يخافون، لا احنا لان احنا جمعنا تواقيع لتعديل قانون الانتخابات، يخافون لا يصير جلسة وتقدم إضافة فقرة تعديل قانون الانتخابات، فبدأوا يكسرون بالنصاب. زين مو هذا تدمير للمؤسسة التشريعية؟